اكتشاف علمي جديد ومذهل. هذا الاكتشاف يختص بصورة يوسف عليه السلام، وهذا الاكتشاف اكتشفه الدكتور عبد الباسط محمد سيد الباحث بالمركز القومي للبحوث. فيقول الدكتور عبد الباسط أنه قرأ سورة يوسف وتدبر آياتها فتعجب لما فعله أخوة يوسف في أخيهم، وكيف حزن أبيهم على فراق ابنه يوسف، وكيف فقد أبيهم بصره من كثرة بكائه على فقد ولده. ثم بعد سنين مضت وجاء البشير من يوسف عليه السلام وألقى قميص يوسف على وجه أبيهم فرجع بصره إليه مرة أخرى رحمة من الله تعالى بسيدنا يعقوب عليه السلام. فيقول الدكتور يوسف: فسألت نفسي كيف يشفي قميصا عينا من العمى عندما يوضع عليها، مع أنني على يقين أن هذا الأمر معجزة إلهية، ولكني شعرت بأن هذا الأمر شيء مادي وطبي أريد أن أعرفه. فأولا اكتشفت أنه يوجد علاقة بين الحزن وبين المياه البيضاء التي تظهر على العين، فالحزن سبب رئيسي في الإصابة بظهور المياه البيضاء على العين، لأن الحزن يسبب زيادة في هرمون الأدرينالين، وهو مادة مضادة لهرمون الأنسولين، وهذا يؤدي إلى المياه البيضاء على العين. والدليل قوله تعالى: وابيضت عيناه من الحزن. ثانيا يقول الدكتور يوسف إن القميص عندما وضع على عين سيدنا يعقوب ورجع بصره إليه، فالأمر ليس إعجازيا فقط، بل فيه شيء طبي. فعندما قرأت قول الله تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. ومن هنا علمت أن العرق الذي ذكره الله في الآية وهو ريح يوسف سبب في الشفاء من العمى، فكان في قميص يوسف عرقه الشريف. فبحثت في عرق الإنسان بوجه عام، حيث أخذت عدسات مستخرجة من عين الإنسان ووضعتها فترة في عرق الإنسان، وكانت المفاجأة أن هذا العرق يجعل العدسات أكثر شفافية للعدسة. ثم بحثت على أنه هل هذا العرق سبب رئيسي في الشفاء أم هو مكون فقط، فوجدت أن العرق مكون رئيسي في الشفاء. فالعرق يتكون من مادة البولينا الجولادين، والتي تكون سببا مهما في شفاء العين من المياه البيضاء. وقد أجريت تجارب على الكثير من الناس وتم الشفاء لكثير من التجارب بنسبة 90% قد نجحت. فسبحان الله تعالى الذي خلق الداء وهو سبحانه يعلم كيفية الشفاء، وهو دليل واضح على صدق القرآن الكريم، ودليل واضح على وجود الله تعالى وصدق رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.